بسم الله الرحمن الرحيم. السي حميد نهبوي بصفتك رئيس فريق جمعية الشباب الجنوبي لكرة القدم، واش يمكن لك تتكلم لنا على الفريق وفين وصل، شنو المتطلعات ديال الفريق ان شاء الله، خصوصا انه مقبل على مباريات السبت؟ المهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية كنبغي نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونتمنى المزيد من الخير والصحة والعافية للجميع مكونات فريق شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور. في الحقيقة كما كتعرف عن الفريق شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور، خاض مجموعة من المباريات في إطار دور إقصائي مؤهل ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي المؤهل للقسم الثاني هو. الحقيقة نحن كان قدامنا مجموعة من الصعوبات وأذبنا بحمد الله بفضل الله وفضل مجهودات جبارة لجل اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الإداري. أذبنا جديد الصعوبات، والحمد لله حصلنا على المرتبة الأولى في مجموعة بوجدور الداخلة، هذا بفضل الجميع. في الحقيقة بالنسبة للمباراة إن شاء الله اليوم السبت إن شاء الله يوم 4 جويي. في الحقيقة هذه مباراة يعني كنعتبروها مباراة مصيرية بالنسبة لنا إن شاء الله، لأن هي المفتاح والطريق للوصول للنهاية إن شاء الله، لأن مباراة أمام رشاد العيون اللي هي فرقة تأهلت على هي المرتبة الأولى على مستوى مجموعتها. هذا في حد ذاته كيبين مدى المنافسة بالنسبة للأقسام الشرفية إن شاء الله بالجهة الجنوبية. كنتمنى إن شاء الله عن فريق شباب الجنوب يكون في مستوى التطلعات، لأن لا مدينة بوجدور ولا جهة الصحراء كاملة كتراهن على فريق شباب الجنوب بوجدور باش يرجع ذاك التاريخ الزاخر والحافل بالبطولات المنجزات اللي كانت معروف عليها مدينة بوجدور. شكرا. إن شاء الله.